قصصية معلوماتية. اسمعوها يا أحلى سميعة، هتلاقوها مش عادية. فاكرين زمان لما كنا بنجري قبل الميعاد عشان نلحق الحلقة قبل ما تبتدي، ونقعد قدام التلفزيون بالساعات نضحك نعيط ونعيش جوه الحكاية؟ سبيستون مش كانت مجرد قناة، دي كانت عالم كامل، كل كوكب فيه حكاية، كوكب مغامرات، كوكب الخيال والتشويق، ومن أشهر كراتينه القناص وجزيرة الكنز، وكوكب أكشن كوكب الإثارة والغموض، ومن أشهر اللي كان بيتعرض عليه المحقق كونان، وأبطال أبطال الديجيتال، وكوكب زمردة كوكب الفتيات فقط، ومن أشهر قصصه درو بريمي وساندي بيل، وكوكب أبجد كوكب الأرقام والحروف، ومن أشهر برامجه افتح يا سمسم وبارني والأصدقاء، وكوكب كوميديا الكوكب الضاحك، ومن أشهر اللي كان بيضحكنا بينكي وبرين وبنانا في البيجامة، وكوكب علوم كوكب الاكتشاف والمعرفة، ومن أشهر برامجه باص المدرسة العجيب، وكان يا مكان الحياة، وكوكب تاريخ كوكب من قديم الزمان، ومن أشهر اللي تعرض عليه روبن هود وصقور الأرض، وكوكب رياضة كوكب التحدي والقوة، ومن أشهر اللي كان بيتعرض عليه سلام دانك والرمية الملتهبة، وكوكب بون كوكب الأبطال الكبار، ومن أشهر برامجه تيليتابيز ومغامرات فريد. وفجأة من غير ما نحس كبرنا وما بقاش في نفس الإحساس، وكنا كل ليلة نستنى اللحظة اللي القناة تقفل فيها ونسكت، ونستنى الصبح عشان ترجع تفتح من تاني. يمكن القناة كانت بتقفل بس إحساسها عمره ما قفل جوانا، وسبيستون هتفضل دايما قناة شباب المستقبل